دولارات دولارات دولارات. 9.5 مليون دولار مكافاه الاهلي، بس كده هيخش الخزنه وهو قبل ما يخش كاس العالم للانديه كده. دي مكافاه كاس العالم للانديه الاهلي 9.5 مليون دولار. الاهلي هيلعب 3 ماتشات، كل ماتش لو كسب اي ماتش منهم هياخد 2 مليون دولار على المكسب في الماتش الواحد. طب لو تعادل ماتش في دوري المجموعات، اي تعادل الاهلي هياخد مليون دولار. طب حلو كده زي الفل، كل ده كلام زي الفل وفلوس حلوه زي الفل. طب لو صعد بقى دور 16 ان شاء الله ربنا كرمه، لو الاهلي صعد دور 16 هياخد حوالي 7.5 مليون دولار بجانب الفلوس اللي قلت لك عليها كلها، بجانب الفلوس دي. طب لو ربنا كرمه وصعد دور الثمانية أو دور ربع النهائي اللي هو دور الثمانية، هياخد كام؟ هياخد 13 مليون و125 ألف دولار بجانب برضو الفلوس دي. هياخد 21 مليون دولار لو صعد لنصف النهائي أو لدور قبل النهائي، هياخد 21 مليون دولار برضو بجانب الفلوس دي. ولو وصل النهائي، لو وصل النهائي وخد الكاس هياخد 40 مليون دولار، لو خسر هياخد 30 مليون دولار. دي مكافآت كاس العالم للانديه. طبعا احنا مش هنوصل النهائي ولا قبل النهائي، بس مش حاجه بعيده عن ربنا يعني، بس بقول لك المكافآت. 9.5 مليون دولار دول ثابتين. كسبت ماتش، تعادلت ماتش في دوري المجموعات، هتاخد على الماتش لو كسبته 2 مليون دولار، تعادلت هتاخد مليون دولار. غير كل صعود او كل دور ليه مكافاه ثانيه. فلوس ربنا يكرم ان شاء الله الاهلي، ممكن والله العظيم يرجع من كاس العالم للانديه عامل له 2 3 4 مليار جنيه ولا حاجه.